يبقى معاك سلمه، ماسوره، اي حاجه بيستخدمها في الضرب، ماشي بيها في المدرسه قدامنا 24 ساعه، والمنظر بالنسبه لنا كان عادي. بس تامل في الموضوع دلوقتي، ايه العبط ده؟ يعني انت ساعد معاك عصايه من البيت وبتنزل تحطها في عربيتك وتيجي عند المدرسه تطلعها من شنطه العربيه وماشي بيها من اول المدرسه وبتقف في نص الطابور تشقط 100 شيماء وانت ماسك العصايه دي، ما تعرفش بقى كان بيديها بيها سبانك ولا بيعمل ايه، وفي الاخر جرر العصايه وداخل بيها الفصل. هو انت جاي تدرس لي ولا جاي تقابل فاينل؟ بص يا ده اتيتيود واحد جاي يرجع فرش الحشيش اللي اتسرق منه، مش جاي يدرس. وممكن ما يبقوش واحد، تلاقيهم 4 مدرسين، واحد ساحب له عصايه، وواحد ساحب له خرطوم، وواحد ساحب له جنزير. هو انتوا سلاحف النينجا يا ولاد مره قدامي مدرس من عين بروسلي دي كان مطبق على الدبليو دبليو اي تقريبا، وسيخن على واد في الفصل، راح واخد واحده سوبليكس في سوبر سلام. ما امشي من على الواد اللي لما مدرسه الاقتصاد جت شاورت له من الشباك كده وخبطت له على الحلقه عملت له تين تين تين، فعرف ان هو فنش. فلقوا الواد دراعه اتكسر، فخدوه يجبسوه وقعدوا حفظونا في الفصل ان احنا هنقول ان هو وقع في الحوش فحصل له كده. انا لو رجع بيا الزمن هسحب لهم تدخل ازاز شبابيك الفصل في مناخيري. احنا جايين نتعلم. ولما ابويا مثلا يجي المدرسه يخش على المدرس ابني عامل ايه معاك؟ ما انت ماضي يابا على الشهاده امبارح، ما انا ساقط في امتحان الشهر. انت ليه بتساله؟ هيهزقنا انا وانت. المدرسين بينافقوا فشخ عشان ما يزعلوش الاب، يعني الواد يبقى متخلف عقليا ومتاخر عمريا وكل يوم يجيبوه تايه مش عارف يلاقي الفصل، ويجي ابوه يسال عليه يقول له والله هو ذكي بس لعبي. يعني انا كان نفسي ابقى مدرس عشان اليوم ده، عشان لما ابوي يجي يسال عليه اقول له ابنك غبي ابن افلام كتير اتعملت عن التعدي اللي بيحصل على البنات في الاتوبيس، ومفيش فيلم قصير حتى اتكلم عن الكانتين بتاع المدارس. انت كنت ممكن تدخل صاحبك يجيب لك كنزايه يطلع لك بالكنزايه وعيل صغير هو خلف جوه، ولو ركزت اقسم بالله كان في عيال كتير واقفه معانا ما بتشتريش حاجه، هو داخل يزعق في النص يضربك يبقى فكر فيها كده. وظيفه الراجل اللي قاعد بيبيع في الكانتين ده وظيفه بنت صعبه قوي. انت صاحي بدري وجاي شغلك اهو، ما تفتح تسترزق تلاقي عيال صغيره كتير فشخ كده شبه جنود سبارتا رافعين الفلوس في وشك وعمالين يقولوا جمل مش مفهوم عم الراجل كان يتمس مره واحده علينا يقوم قافل الشباك يلا طب ما فيش بيع. مراته كانت تسحب له اسكندراني جوه افتح انا قالت البنيه قموس يا ابني كان فاتح تاني بيع لنا، فالعيال اتجرأوا عليها اكتر فيدوروها اكتر. يعني انت ما كنتش تتمس احسن. المدرس اللي بياخد الحصص برده ده هو الجدول بيبقى لطيف كده، كل مدرس واخد حصه رياضه انجليش كده، في النص واخد 7 حصص عربي، عين في الحصه الاولى واللي في الحصه السابعه. كنت زهقت من وشه وصوته وهو مش طايق منظركم، وكمان ياخد حصص زياده ليه يا ابني وازيكم عاملين؟ احنا متاخرين في المنهج، اول يوم في الدراسه احنا متاخرين في المنهج. ازاي يا اسطى ده اول يوم؟ وكنت بحس ان حدود الفصل بتنتهي عند الديسك اللي قبل الاخير. الديسك الاخير ده مش معانا في الفصل والله. مبدئيا كده في وليمه بنت على الديسك بتاعهم في اي وقت، انت طالع عين اهلك قدام بتتضرب وبتتجلد على الواجب وعلى التسميع، وهو عامل مائده الرحمن ورا هو وصاحبه فاتح كيس الشيبسي بالعرض على الديسك. الست بتاعت صبحي كامل داخله تحط له ملوخيه في الطاجن بتاعه. واي فصل كان فيه عيل ما بيقولش كلمتين صدق على بعض، اي فرصه يعرف يفسي فيها يفسي. يعني الجرس ضرب والمدرس اللي علينا مشي وعدى 15 ثانيه والمدرس اللي بعده لسه ما جاش. يا جدعان مستر فلان غايب وهناخد الحصه دي العاب، ده تصريح جدعانه مني كده. والعيال فرحت وبتقسم الفرقه ورا ووقفوا طابور عشان ننزل الالعاب. كل ده في دقيقه فجاه تلاقي المدرس اللي علينا جه انتوا بتعملوا ايه؟ العاب ايه؟ احنا وفي بنت كانت وحشه قوي في ابتدائي، بس لما كبرت ودخلت الجامعه ما بقتش حلوه، لا هي لسه وحشه، لكن قفشت لها فلتر حلو واتعلمت انها ممكن تنفخ حاجات معينه وتشفط حاجات معينه في الايديت. انت تبص لصورها بس تركز تلاقي ازاز المول اللي وراه مشفوط كانه اسطى ثقب اسود، ولو واحد حظه اسود اتصور وراه ده بيتهان، ده بيجي جنب دماغها ما يحصلوش حاجه عشان هي ما بتنفخش دماغها، ينزل تحت سنه يقوم رايح بعيد عشان هي نفخت، تنزل عند وسطها تشفط فتقوم مرجعاه تاني، فالواد بقى عامل زي الاندومي ورا. المهم عملت لها اكونت بابليك وبدات تنزل فيه اعمالها الفنيه اللي مالهاش علاقه بالواقع، ولما تلاقي شويه شباب تعبانه على الاكونت كل يوم بقى جايبه لنا سكرين من الاذرز، بصوا الكلب الجربوع ده داخل يتحرش بيا وانا عشان بتصور بظهر اكتر من وشي ونفخه الفرد على 36. خشوا تبعتوا لي الكلام القذر ده، مش معقول يعني، مش مبرر كل يوم واحد يبعت لها على الاسك بكراش عليكي وكده. لا انا مش مهتمه بالكلام ده وما عنديش وقت ليه ومش مع فكره الارتباط اصلا. اولا لما نشيل الفلتر ونشيل منك منفخ الايديت الامن بتاع الجامعه بتاعتك يعرف يرتبط بيكي. اما بقى لو كلامك حقيقي وانت مالكيش اي رغبه تجاه الرجاله فده مرض، روحي اتعالجي. انت فخوره بيه قوي كده ليه؟ انا مش فاهم ليه المرض ده ما جاش لامك، كانت قالت لابوكي لا وارتحنا من خلقتك. لا بابا الارتباط ده بتاع الناس اللي عندها 1000 و2000 فولو، لما احب اتكسر بروح اتشيل بالعمل. يعني ازاي يا طوري يا شلحف يا توربيدو هواء انت عندك 16 سنه عملتها ازاي يا ابني؟ انا عندي 26 سنه وانت ما شاء الله اطول واعرض مني الضعف. انت بيعلفوك في البيت ولا بتاكل فراخ بريشها ولا ايه؟ يا عم هو ما شاء الله حاضر، بس انا افهمك. يعني حصلت مشكله وانا ماشي في الشارع بين 2 شباب كده، كنت متردد ادخل احوش ما بينهم، حاسس اني لو دخلت في النص عشان احوش هجلش، يعني هتحشر جوه ومش هعرف اطلع ولا حتى هعرف ارستر ما فيهاش. فاجي احوش في الاخر جوز الشحوطه دول طلعوا بيتخانقوا على ملزمه درس عربي بعيدا عن حجمكم العملاق ده، بس بتتخانقوا على ملزمه ليه؟ لا والبنات واقفين يصوتوا. يعني انا في الاول كنت فاكرهم اولياء امور، يعني في واحده كانت بتصوت رحت هديها بعد ما فضيت الخناقه بتطلع روح قلت لها اهدي يا طنط خلاص معلش حصل خير والاولاد كلهم كويسين الحمد لله. قالت لي طنط ايه بس جاتك القرف انا معاهم في الدرس. درس ايه يا بنت كمان؟ انت عندك كام سنه؟ ده انا لو شفتك في المترو هقوم عشان خاطر اقعدك. ده انت مش قد البغله، لا ده انت البغله هي اللي قدك، ده انت اللي زيك مخلف 9. فين وفين لحد ما الدنيا هديت ورحت اتكلم مع الرجاله ونحل الدنيا. اهو يا عم خير الواحد يعمله وخلاص. بقول للرجاله عيب عليكم يا جدعان، بدل ما تقفوا في وش بعض كده خلوا كتفكم في كتف بعض. ففي واحد من البيبان دول رد عليا وقال لي والله الحوار ابتدى من ساعه ما لوكي عكس ريم وهي في البول. انا قلت في دماغي وايه اللي يخليه يعكسها في لعبه البلياردو؟ انا مش فاهم. بعدين فهمت انه يقصد البسين، قلت يا تفك الجو كده وضحك الرجاله يمكن القعده تفك. قلت له يعني انتوا فتره امتحانات ورايحين تخرجوا انتوا كمان؟ قال لي لا ما البسين في المدرسه عندنا. انا من ساعه
مال الجمله ديت وانا سامع في وداني صفير يعني رجعني فلاش باك 11 سنه لورا. لما مدرس العربي بتاعنا كان اسمه محمد يوسف الله يمسيه بالخير، والله ما كانش بيطيق وشي، ما كانش بيحبنا يا جدعان، لدرجه انه خد سنتين عشان يستوعب ان من السجاده عايزه تتنفض، انت فاهم يعني. ده انا كنت ببقى نايم في الحصه بتاعته الاقيه رزعني بالعصا على ظهري، كان مستنيني ارفصه باين ولا كان عايزني انا مش عارف. لا ويقومني من نص الحلم عشان يقول لي اعرب ما تحته خط. انا فاشل في الاعراب اصلا. بصوا انا كنت فاشل في كل المواد بس اكتر حاجه كنت فاشل فيها هي العربي وبالاخص النحو. فالكلمه اللي المفروض اعربها كانت كلمه باخره، بكل عنطزه كده قمت واقف وقايل له اعراب باخره سهله، باء حرف جر، قام قايل لي والخرف بقك صح، وقام مديني بالعصا على رجلي خلاني عامل زي الصباره الراقصه. فقت من الفلاش باك دوت والواد عمال يكمل كلامه يقول لي بس حضرتك هو ده الموضوع باختصار. قلت له يعني انتوا عندكم بسين في المدرسه؟ قال لي يب. قلت له بتتخانقوا مع بعض؟ قال لي اهو اللي حصل بقى. قلت له اقسم بالله انا لو صاحبتي اتعكست في البسين اقلب الدنيا. الرجوله راحت فين يا جدعان؟ وسبتهم يدبوا في بعض تاني عالم بنت. وفي وقت تلاقيه كان قدك مرتين ثلاثه في الفصل، انت بتروح للحلاق لسه بيحط لك الخشبه اللي بترفعك وهو بيوطي عشان يعدي من الباب وانت قاعد في حالك فشخ، تلاقيه دخل عليك قال لك استناني في المروح قدام المدرسه. ليه يا ابن الميت انا ما عملتش حاجه؟ بيجي يقولها لك في الحصه الثانيه، طب قولها لي في السابعه. ليه تعيشني كل الحصص دي في رعب؟ جمله استناني في المروح دي كانت بتوقف لي الزمن اصلا. ولو احنا قاعدين زمان في الفصل وشمينا ريحه فيسه دايما نبص على الواد التخين اللي معانا. طب ليه؟ ما انتوا كمان بتفسوا مش التخين بس، يعني تفكير عنصري ومتنمر واهبل. وبقول لك مش انت تخين في حصه الالعاب هتقف جون اصلا؟ المفروض الجون يبقى خفيف عشان ينط ويمسك الكوره، احنا كنا بنبص له ان هو تخين فهيسد الجون اكتر، يعني بنعامله ان هو سداده بانيو مش بني ادم. ده مش تنمر، ده ومش مثلا نجيبها له بالشياكه انت بتعرف تقف جون حلو انت بتعرف تصد كويس، لا خالص. هو الواد يغلب بس يقول لك انا مش هقف جون. انت هتعرف تعمل حاجه غير الجون؟ انت عجل ابن انت بتتنفس بالعافيه. الواد ما بيتناقش، بيلبس الجوانت الصوف اللي مدرسه الاقتصاد عامله له بيروح يقف جون بس.